الزمالك في مواجهة بيراميدز والاهلي ينتظر. ماتش الزمالك وبيراميدز مش ماتش عادي خالص، ده ماتش هيحدد شكل الدوري بنسبة كبيرة قوي، سواء البطل او المركز التاني المؤهل لدوري ابطال افريقيا. وطبعا طبعا طبعا بدون ادنى شك ان افضل نتيجة للاهلي هي ان الماتش يخلص تعادل، او على الاقل الزمالك ما يكسبش. لكن خلينا نتكلم بصراحة، ماذا لو الزمالك فاز على بيراميدز بكرة؟ هيبقى الدوري خلص؟ هيبقى الدوري انتهى زي ما الكلام بيتصدر من اعلام الزمالك ولجان الزمالك على السوشيال ميديا؟ الاجابة لا. لو الزمالك كسب لسه الماتش في الملعب، لسه الدوري في الملعب، لسه عندهم 4 ماتشات وانت عندك 4 ماتشات. هما بيلعبوا الماتشين اللي بيقابلوا بعض الزمالك وبيراميدز في الجولة اللي انت مريح فيها عشان يبقوا متساويين معاك في الماتشات. الزمالك لو كسب هيبقى فرق 5 بونت، ولسه 4 ماتشات ب12 بونت. الكلام اللي طالع من اعلامه ولجان الزمالك ما هو الا ضغط على الاهلي، بالبلدي كده من الاخر هو عايز يهمد الاهلي، اللي هو يشيل لو في نسبة امل عند لعيبة الاهلي وعند جمهور الاهلي، لا النسبة دي تروح لو الزمالك كسب بيراميدز. طبعا زي ما انتم عارفين ان ماتشات الزمالك وبيراميدز، بيراميدز تبقى نازلة مفنيخة خالص، مفيش. حتى في التصريحات ابراهيم عادل امبارح كان بيقول لك الاداره في بيراميدز كانت بتبقى حاطه مكافآت وفلوس على ماتش الاهلي، ما بتتحطش على اي ماتش تاني، ما بتتحطش على اي ماتش تاني. وانا معاه في التصريح دوت، لان انت لما بتكسب البطل، بتكسب الفريق اللي مهيمن على كل حاجه، بتكسب الفريق الكبير، اكيد مش هتقارنه بماتشات تانية. صباح الفل. فانا بقول لك لو الزمالك كسب مش نهايه الدوري، والله الدوري لسه في الملعب. الزمالك هيبقى عنده فرق 5 بونت، وعنده انبي، الاهلي، سموحه، سيراميكا. كده كده احنا في اعتبارنا ان الاهلي باذن الله باذن الله كسب ال4 ماتشات، فانت بقى الفرق بينك وبين الزمالك 2 بونت. هتستنى الزمالك يتعادل ماتش في الثلاثه، انبي وسموحه وسيراميكا، وانا بقول لك والله هيتعادلوا. الخوف، انت عارف انا خايف من ايه؟ الخوف اللي انا خايفه مش من الزمالك يتعادل ولا ما يتعادلش، ولا بيراميدز يتعادل ما يتعادلش، عارف ان الاثنين هيقعوا. الخوف ان انا كمان احسن اقع، الخوف ان انا كمان ما اكسبش ال4 ماتشات. يعني انا الخوف مني، مش خايف من حد، بقول لك كده كده الاثنين هيقعوا. فاحنا لازم نركز ال4 ماتشات، زي ما بقول لك حتى لو الزمالك كسب الدوري لسه في الملعب. ده احساس الناس بتوصله والاعلام بيوصله، بيهمدك من الاخر، اللي هو لا يا باشا الزمالك كسب بيراميدز خلاص الزمالك بطل الدوري. على اي اساس؟ على اي اساس ان الزمالك بطل الدوري؟ اقول لك على حاجه، تعرف ان اي نتيجه في الماتش دوت، اي نتيجه مهما كانت هي في صالح الاهلي. ماتش الزمالك وبيراميدز اي نتيجه فيه في صالح الاهلي. طبعا الافضل التعادل، بس اركن الموضوع ده على جنب، اي نتيجه في صالح الاهلي. الزمالك كسب، خرج بيراميدز من المنافسه، بقى الاهلي هينافس على المركز الثاني على الاقل. طبعا انا مستعجب اللي انا بقول كده، مستعجب، بس انا بقول لك في اسوء الظروف خالص اي نتيجه في الماتش دوت في صالح الاهلي، سواء المنافسه على الدوري او المنافسه على المراكز المؤهله لدوري ابطال افريقيا. لان انا مش عارف اقول لك، انا مش عارف اقول لك المركز الثاني، والله ما عارف اقول لك. فاللي بيعمله جمهور الزمالك ده زي ما قلت لك ضغط. انا يا باشا هضغط عليك، انا شايف عندك مشاكل، انا شايف ان الدنيا جوه في الاهلي مش مظبوطه، مش ده الاهلي اللي احنا نعرفه، مش الاهلي اللي كل يوم يبقى في مشكله، مش الاهلي اللي كل يوم ببيان. زمان انا فاكر زمان بيان الاهلي ده، ان الاهلي ينزل بيان دي كانت تبقى حاجه كبيره، حاجه كبيره بمعنى الكلمه. الاهلي منزل بيان، طب يا ترى البيان فيه ايه؟ ان كل عايز يعرف البيان فيه إيه. دلوقتي انا بعرف ان الاهلي منزل بيان وقت اشوفه امتى شويه كده، ابقى اشوفه عشان خلاص بيان في التاني في التالت في الرابع في الخامس في العاشر في المليون، بدون اي فايده، بدون اي فايده. مش وقت الكلام ده، ترك الكلام ده، لكن في مشاكل كتير جوه. ده طبعا باين للاعلام، والاعلام كله فارد صدره على الاهلي، واحنا كاهلي السبب في دوت. ليه؟ هم طبعا شايفين 90% من جوه الاعلام في التلفزيون او السوشيال ميديا بتاع مش في التلفزيون، 90% من الاعلام زملكاوي، فداخل فارد صدره على الاهلي. اه يا باشا الزمالك متصدر، الزمالك واصل لنهائي افريقيا كونفدراليه، بس معلش انا الواحد متعود على افريقيا، واصل لنهائي افريقيا كونفدراليه. الزمالك ماشي بريتم كويس،
الاهلي فيه مشاكل، الاهلي مركز ثالث، الاهلي الاداره جوه مشاكل، الاهلي بيانات، الاهلي مشاكل في الاعلام، الاهلي مشاكل لعيبه قدامى بتشتم في بتخبط في النادي. الاهلي اللعيبه عايزه تمشي، الاهلي هيجيب لعيبه مين، الاهلي مش عارف مين بيطلب ايه للتجديد. فمشاكل ملهاش اول من اخر. فطبعا يا باشا اللي ما كانش يجرؤ يقول كلمه في حق النادي دلوقتي، لا يا باشا داخل فاتح صدره، هي جت عليا، ما الدنيا خربانه. فاحنا لسه الدوري في الملعب، لسه الدوري في الملعب، ومباراة الزمالك وبيراميدز ملهاش توقع. ملهاش توقع بمعنى ايه؟ هقول لك انا بمعنى انت ما تعرفش بيراميدز هينزل يلعب بغل زي ما بيلعب ماتشات الاهلي، ويدافع انه بينافس على الدوري، وانه بينافس على الدوري، وانه فرقه منافسه على الدوري وعايز يتاهل دوري الابطال وي وي وي، ولا هينزل مش في دماغه، هينزل يلعب على قد الماتش، مشي الدنيا 90 دقيقه وخد بعضك وروح. فانت ما تعرفش الدنيا هتمشي ازاي في الماتش ده، غير ان طلع عندهم كميه لعيبه مش هتبقى موجوده. قال لك مصطفى فتحي وزلاكا والشيبي ووليد الكارتي، كان جده بيقول لك دول مش هيلحقوا ماتش الزمالك. قال له طب والاهلي؟ قال له لا كلهم هيبقوا موجودين في ماتش الاهلي. خايف اقول نص حظك يا زمالك، انا خايف اقول نص حظك يا زمالك. يعني مع ان الزمالك حظ الفتره دي ماشيه معاه ايه، رز بلبن، والله رز بلبن. ضربة جزاء في الدقيقة 90 ما تتحسبش، والكرة في العارضة في ماتش اللي كان الفريق اللي فات دوت ما تخشش وي وي وي. فماشية معاه مهلبية خالص. بس أنا برضه بخاف أقول نص حظك يا زمالك، كفاية لما بيتجي علينا شايفين اللي إحنا فيه. فماتش بيراميدز والزمالك أنا ما أقدرش أقول لك، أنا توقعي إن الزمالك مش هيكسب، سواء بقى هيخلص تعادل أو فوز لبيراميدز. وأنت برضه قول لي رأيك في الكومنتات. بس توقعي ان الزمالك مش هيكسب، مع برضه ان الماتش صعب تتوقعه. طب بيراميدز هتنزل تعمل ايه؟ طب هل اللعيبه دي كلها فعلا مش هتشارك، ولا في كلام ان الشيبي موجود والزلاكا هيلعب؟ طب وليد الكارت يا حماد حمدان مطرود مش هيلعب ماتش الزمالك، هيرجع ماتش الاهلي. فانت ما تعرفش. وبعدين هي في بيتها بالنسبه لهم، في بيتها هي بالنسبه لهم في بيتها. بيراميدز كسب حبيبي يا زمالك، الزمالك كسب حبيبي يا بيراميدز. فاكرين ان الاسماعيلي والزمالك هي دلوقتي الفتره اخر 3 4 سنين بيراميدز والزمالك، السنه اللي فاتت تشهد. فهي ماشيه اولاد العم اولاد الخاله، الزمالك والاسماعيلي ولاد عم، دول ولاد خاله، الزمالك وبيراميدز ولاد خاله. انت فاهم؟ والله زي ما بقول لك، انت هي في بيتها. ماتش الزمالك وبيراميدز دوت في بيتها يا باشا، في بيتها مفيش فرق. الزمالك كسب احلى مسا عليك يا بيراميدز، بيراميدز كسب احلى مسا عليك يا زمالك. الزمالك والاسماعيلي كانوا ولاد عم، الزمالك وبيراميدز ولاد خاله. فمشي امورك، مشي امورك. فباذن الله باذن الله الماتش يخلص تعادل، ولو ما خلصش تعادل فاي نتيجه في صالح الاهلي، وهنلعب لاخر ثانيه والاخر نفس. وباذن الله نتقابل في حلقه بعد ماتش الزمالك وبيراميدز يكون الماتش خلصان تعادل باذن الله. احساس ان هو تعادل او فوز بيراميدز، بس النسبه الاكبر باذن الله تعادل. وساعتها نفوق لكم ونشوف الاهلي هيدخل على ايه. السلام عليكم.